السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مش عارفني انا احمد العالمي، ولو عارفني يلا اخبط لايك وسبسكرايب وكومنت والحاجات اللي انت عارفها دي، واعمل كومنت جامد طرش كده زي الخمسه اللي هيعرضهم. عشان قلت الفيديو اللي فات هنعرض احسن 5 كومنتات، فده اول واحد او ده تاني واحد وده تالت واحد والرابع الخامس. الفيديو الجاي هنعمل كده، وفي اول الفيديو برضو مش في اخر الفيديو. فيا ريت تعملوا كومنتات كتير حلوه كده عشان نحطها في الفيديو كده. ويا ريت تنتسبوا في القناه بجد، يا ريت تنتسبوا في القناه. عايزين نجيب مايك. انت بجد انت سامعني؟ انت سامعني كويس؟ انا بزعق بصيح يا ابني. فيا ريت تنتسبوا في القناه وتعملوا شير مع اصحابكم. عايزين الفيديوهات تجيب ملايين المشاهدات عشان مش عارف اعمل اللي بقول لك عليه بس وربنا يكرم. فيديو النهارده عن اجمد واحد في الدنيا، اجمدهم، الفشيخ، الرائع، الطرش، المطرشم اكتر من الافريقي، الفاجر اكتر من الافريقي برضو. مكاوي، دكتور مكاوي. في فيديو منتشر ليه بيقول لك اشترى بيت ب 20 مليون دولار ولا 20 مليون، مش عارف، 20 مليون 20 مليون عامه. حتى لو 20 مليون جنيه ده مبلغ، مش 20 مليون دولار. فيعني تعالوا نشوف ايه اللي عمله ده. لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ايجار؟ خدت بالك انت من الضحكه اللي هو انا ادفع ايجار؟ ده منظر حد يدفع ايجار يا ابني. يعني انت مش شايف بجد؟ بجد مش شايف؟ انا شاري هنا بحاجه صغيره ب 20 مليون كده. طب ممكن اخد جوله داخل شقة؟ لا مش فاضي، انت زي ما انت شايف عندي معاك. مش هنطول، بسرعه يلا. معلش يا دكتور مكاوي بسرعه عشان ما ناخدش وقت يعني من الفيديو. وحاول تخيط البنطلون. يعني انا شفت الموضوع ده، ناس كتير اتكلموا عن حوار البنطلون ده وانا ما كنتش اخد بالي. على فكره انا مش بركز، مش هركز ومش عارف معناه ايه ان انت تطلع بالبنطلون كده وجايب بيت ب 20 مليون باين ولا ايا كان المبلغ. فده معناه ايه مش عارف. يعني هل دي موضه مثلا؟ هل حماده طلع مس علينا مثلا؟ فيعني ابيض يا عم حماده ابيض. مفيش مشاكل، يلا بينا. زي ما انت شايف يا زيزو، الباب اكبر من حياتي كلها، ماليش خلق افتحه، بيفتح لوحده. فاهمني؟ بص ما تقنعنيش ان الباب يفتح لوحده، عشان ده عامل زي باب البيت بتاعنا عامه، باب العماره يعني، مش باب بيتنا، مش باب شقتنا، باب العماره. فيعني مفيش باب في الحجم ده يفتح لوحده. يعني مش ده عايز روبوت غشيم يشده. مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي طبعا زي ما انت شايف الليفنج اريا سقف عالي قوي. تعرفني ما بحبش الخنقه، بحب الدنيا تبقى واسعه. تمام. ده طبعا كل اللي انت شايفه ده حاجات توب كلاس جولد في كل حته، وده مش ليا، ده للضيوف. انا مش عايش هنا اصلا، فاهم؟ انا عايش فوق 6 اوض، بنام كل يوم في اوضه. معلش يا استاذ مكاوي طبعا عشان انت قدوتنا وقدوه حسنه للشباب. ليه يعني؟ ربنا يزيدك 6 اوض 20 اوضه، ربنا يزيدك يا معلم. انت دافع 20 مليون دولار او 20 مليون، دافع 20 جنيه ايا كان. ليه 6 اوض وكل يوم بتنام في اوضه؟ يعني انا ليه كل يوم كده ايه؟ بقول لك ايه، انا جايب بيت بقى كبير لازم استغل المساحه دي. لا انا لازم، انا هنام في الريسبشن النهارده، انام في الاوضه وانام في ما تنام يا عم في اوضه واحده. ايه ليه؟ خايف الاوضه التانيه مثلا تطرب او يحصل لها حاجه؟ المطبخ بس قبل ما نطلع فوق، تعرفني بحب الاسود، كله اسود في اسود. وطبعا عشان الفلوس كتير، المطبخ مش مطبخ واحد، مطبخين في بعض. هو مفيش حد بيقول كده عامه غير محدث نعمه. لا طبعا عشان الفلوس كتير المطبخ مطبخين ودهنوا كله اسود. انا مش شايف غير ابيض وبني، والرخامه مزغرفه فيها يعني اسود في ابيض. يعني في دباله بنت، ما علينا يعني. فانا يعني ربنا يزيدك يا معلم، بس يعني فين الاسود يا اسطى؟ تمام. انت عارفني بتخنق بسرعه، فلازم ازود المطابخ. فزي ما انت شايف بص هو انت مش ست بيت عشان لما تتخنق تروح تقعد في المطبخ فتعمل مطبخين يعني عشان بتتخنق بسرعه. واكيد انت يعني جايب بيت بالمنظر ده، مش انت مش هتخش المطبخ اصلا يعني. في هتجيب عبيد مش خدم يعني. ده عبط اللي انت بتعمله يا مكاوي. بس يعني ماليش دعوه، انا جاي بس ابارك لك. الف مبروك يا مكاوي. اسود في اسود عشان بس ايه، ما احسش كله جولد جولد، بزهق من الجولد. هنطلع بالسلم؟ لا مش عايز تعالى نطلع بالاسانسير النهارده، تعبان. انت مش طالع السادس يا مكاوي، وهتلاقيه بيت 3 ادوار او دورين. على المنظر اللي انا شايفه ده، اللهم صل على النبي. فليه محتاج اسانسير يعني؟ غير لو كان في حد مثلا يعني عنده مشكله في البيت يعني ربنا يعافيه. بس اللي انا شايفه ان انت قاعد انت لوحدك، وفي واحد واقف ورا مش عارف مين ده، والواحد راجل بيصور. ده الماستر روم بتاعتي. تعرفني بحب الحاجات الفانسي بزياده. تمام. زي ما انت شايف هنا الجيرلز روم. سي هاي ناتالي. اوكي. هو الفيديو خلص وهاي ناتالي وكل حاجه، بس يعني مين ناتالي؟ يعني تخيل انت تخش كده يعني اخش الاقي واحده في اوضتنا، هاي ازيك عامل ايه، واكمل عادي. لا صباح الفل. انا كل اوضه من السته بملاهم بنات. انت عارف ان انا مكاوي بنزل عرفت ليه؟ انا اصلا من زمان بشقط. يعني مكاوي كان بيشقط بالجمله ويخزن في الشقه في البيت الجامد ده. فكان بيحط مثلا بال 20 40 بنت عنده في البيت ده. وعادي بقى كل يوم يخش كده هاي مش عارف مين، هاي مش عارف مين. بس ده فيديو مهم جدا جدا. بص حط تحت جدا دي مليون خط. الدكتور مكاوي بيقول سالت البنات ازاي افتح معاهم كلام. انا بص عادي بقى يعني، عادي في مرحله التعارف دي سهله جدا بالنسبه لي، او عادي بالنسبه لي يعني عادي يعني صباح الفل بنتعرف. بس بقى افتح كلام اللي هو
البنات اهتماماتها غير اهتماماتنا بقى، يعني مش هكلمها في كوره، مش هكلمها، انا ما بحبش الكوره عامه، يعني مش هكلمها في كوره عامه، مش هكلمها في راب بتطلع بتحب المهرجانات، اكلمها في مهرجانات تقول لي بحب عمرو دياب، اكلمها في عمرو دياب تقول لي لا انا بسمع ميتال، فانا مش بحب الهبل. فهنعرف دلوقتي ازاي من دكتور مكاوي نتكلم او نفتح مواضيع. بيقول لك ما تسالش سمك ازاي تصطاد سمك، المفروض تسال الصياد. بس النهارده معانا سمك كتير اي صحابي، هنسالهم كده كده. خدت بالك انت من اللقطه دي؟ مش على اساس السمك والحاجات دي، لا على اساس ان هو الصياد، يعني فاهم اللي هو، لا انا شايف الوتج ده كله، الحريم دي كلها تبع انا، مالكش دعوه، بتبص لها ليه يا صاحبي، تبع على فكره يعني. يلا تعالى اوصلك. سالتكم على انستجرام تحبوا اسال ايه للبنات، وكان السؤال الطاغي اللي انتوا شايفينه ده. فالنهارده ثاني نقرا الاسئله الطبيه. كنت عاوز اعزمها بس مش عارف اجيبها لها ازاي. كنت بفكر اقول لها عاوز اخرج معاها بس مش عارف ازاي اقول لها عاوز اشوفها، يعني ماشي، ازاي اطلب منها نخرج هو ايه يا جدعان؟ هو دي حاجه سهله، هو يعني فتح المواضيع اللي صعب. يعني بقول لك ايه، ما تيجي نروح كذا بكره، بس هنروح كذا يعني، او ننزل نروح كذا، شوفي ايه اقرب لك، خلاص عادي نتقابل نروح. لكن مش دي الصعبه اللي هو هنهرف ايه. Hello ladies. Hi. Are you guys ready? لا يا مكاوي، يعني انا ما بحبش القرف ده، مش البنات القرف، الترجمه بقى بتاع، نروح اتكلم لنا عرب بجد. انا مش ليه؟ ماشي يا اسطى، شوف هتعمل ايه. Yes. Let's go. So, introduce yourself first. My name is Alessia. I'm musician. ليه يا ابني انترفيو بالانجلش؟ انت بتخنقني كده، اقعد اقرا كل كلمه عشان انا بعكس، عشان اليوتيوب ما ياخدش بالي ان انا واخد الفيديو، عشان ما يدينيش علامه حمراء. ماشي، عرفي نفسك في الاول. I'm a pianist and I'm DJ. اسمها أليسيا، انا موسيقيه وعازفه بيانو. أليسيا بتعزف بيانو. My name is Natalie. I'm in business development. My name is Christina and I help to launch new restaurant. طب هل اهتمامات البنات الاجانب زي اهتمامات البنات العرب؟ بس انت ما تروحش تسال لي اجانب ويطلعوا مثلا بيحبوا حاجه واحنا حاجه تانية خالص، يعني اصلا ما اعتقدش في واحد عنده 20 سنه مثلا في امريكا بيحب عصام صاصا زي ما انا بحبه عادي، يعني ما اكيد بيحب عندهم مين بيحب مين عندهم، بيحب ترافيس سكوت مثلا. How should a guy ask you out the perfect way? What ازاي الراجل يعزمك على خروجه باحسن طريقه؟ انا مش دي اهتماماتي عامه، بس الناس كانت مهتمه فاهو. do you expect? Text. Yeah. Oh, I thought you were gonna go in real life. Okay. الشات كنت فاكره قصدك في الحياه الواقعيه، لا في الشات يا اختي خلاص. In text. Okay, we're going there. Let's go. Okay, we'll do text. ما تقلقيش، نروح للحياه الواقعيه. اه مكاوي كده ريحك، ما تخافيش. انا هسيبك، ده انا هقرفك دلوقتي، ده استنى. In real life. So I think in text, you know, definitely do not do something like, hey. Okay. فعلا ما ينفعش حاجه زي هاي، ما ينفعش يا جدعان، انتوا اللي مكبرين الموضوع. بص يا هاي دي ادمت عامه، هاي دي كنا بنقولها في 2016، واحنا كنا حاجه كده يعني، فاهم؟ فيعني انا بخش في الموضوع على طول عامه، انا مش عارف انا اللي بس اللي كده، بس انا بخش على يعني بخش كده ببدا، يعني لما بكلم حد انا مش عارف مال لساني باظ، لما بكلم حد يا جدعان بخش اكلمه على طول، وما بخلص بقى يعني مش سلام بقى وخلاص وباي، سلام وباي ده لحد ما اعرفوش. That's a bad one. What are you doing? And nothing else. And so simple like let's go out, but before that need to have some conversation because I need to understand which kind of guy I met. بصوا يا جماعه، انا شايف ان ده هري على الفاضي، انا مش هقعد اتفرج على انترفيو المكاوي مترجمه، يعني انا اتفرج احسن على فيلم والله، اي حاجه اتفرج عليها مترجمه. فاحنا نكمل فيديوهات دكتور مكاوي العاديه. انا مش عارف يعني ليه انترفيو مترجم، ومين اللي بعتهولي، يعني مين مختل؟ انا اسف يعني اي حد بعتهولي كان بيتفرج عليا دلوقتي، بس يعني ليه يا اسطى؟ يعني دكتور مكاوي كل فيديوهاته بالعربي، جايب لي فيديو مترجم يعني اقرا الترجمه واقعد اشرح لكم عشان انا عاكس الشاشه مش هتعرفوا تقروها انتوا، فليه؟ شايف الناس اللي قاعده تشمس هناك دي؟ الناس دي مش لا استنى، مش شايفهم يا اسطى، الكاميرا عملت فوكس، يعني انت جبت الكاميرا عليهم مش شايف حاجه، شايف رمله بس. موظفين عاديين. النهارده يوم الاثنين الساعه 10 الصبح، الليله الواحده في الاوتيل ده برج العرب لو مش عارف. انا مش عارف ايه المعلومات اللي انت عمال تقولها لي دي النهارده الاثنين الساعه 10 الصبح، ودرجه الحراره كذا، والرمل مش عارف ايه، وفي شبوره هتحصل، انا مالي يا اسطى؟ وده برج العرب لو مش عارف يعني اهو، برج العرب عشان انا مالي يا اسطى؟ خش في الموضوع مكاوي، انا عارف ان انت عايز تقول ايه. الاوتيل ده برج العرب لو مش عارف، بمرتب سنتين من بتوعك الدخول. مكاوي انت حسبتها بناء عن ايه؟ يعني انت عرفت منين انا في سنتين اروح اقعد في برج العرب؟ يعني مرتب سنتين، افرض انا بقبض حاجه جامده جدا في الشهر، افرض ما بقبضش يا عم، انا راجل على الله حكايتي وما بقبضش، عرفت منين برضو؟ بس للبيتش ده بمرتب سنه من بتوعك لو تاني برضو مصر، انت يا ابني انت عرفت مين مرتبي؟ انت عرفته منين؟ يعني هل انا ممكن في حد بيقبض مثلا 1000 جنيه، حد بيقبض 7000 جنيه، حد بيقبض 3، حد بيقبض 4، الناس كلها مش زي بعض يا معلم. انت عرفت منين مرتبي؟ انا مرتبي ما قعدنيش الم سجاير اصلا، ما اقعدش الم كنز على البحر ده،
انا على الله حكايتي. فكر انك بمرتب الوظيفه ممكن تخش اماكن زي دي تبقى انت بتضحك على نفسك. الناس دي قاعده بتتشمس وبتعمل فلوس ما بتهرجش. بص اللي انت بتقوله ده مش منطقي يا متكاوي. يعني انا مش هبقى قاعد كده مثلا على البحر بتشمس وبعرق فلوس مثلا، عمال اعرق فضه كده او اعرق جنيهات ذهب واروح ابيعها بعد كده. مش الدرجات دي يعني. فيعني قول حاجه منطقيه. ما تهرجش. انا عايزك تفكر كده، تخلي ده هدفك. خلاص انا هفكر في كده وهحاول اعمل كده. انا هروح ابقى احاول اعرق ذهب. يعني تخيل بعرق ذهب كده، هروح اشوف عند الدكتور الموضوع ده. فوق، اخرج من المنظومه. انا عايزك تبطل تفكر زي الناس العاديه، مش هتوصل لحاجه، شغلانتك مش هتوديك حته. هسيب الشغل خالص يا متكاوي وهتشرد وهقعد اشحت وهبداها من الصفر وهفضل بالصفر صباح الفل. يعني مش يعني ما تتوقعش مني ان انا يعني هلم كنز على الدغري. ديك حته صح صح. خلصانه انا فايق ومصحصح وهسمع كلامك وهسيب شغلي وهسيب اهلي وهسيب كل حاجه. هسيب كل حاجه بجد يعني عشان ترتاح من الكون. يعني ما انت ما قلتليش فين الطريق، ما قلتليش ازاي اعمل اقعد اعرق ذهب. ليه ما قلتليش اقعد اعرق ذهب؟ يعني انت قلت لي بقى نصحتني قلت لي سيب الشغل وبعدين بقى تسوحني. ما مش كده من كده. 3 حاجات لو قلتهم للبنت هتحطك في الفريند زون. استر يا رب. يعني 3 حاجات لو قلتهم للبنت دلوقتي هتحطك في الفريند زون. فيا ريت تركز وهيقولهم ان شاء الله. هيقولهم عشان هو بقى غريب. كنت بفكر اعزمك على العشاء الاسبوع ده، هو انت فاضيه؟ هشوف. ايه يا عم هتشوف دي؟ يا عم احنا صغيرين ولا ايه؟ يعني ايه هتشوف اصلا؟ هي ليها حريه راي اصلا؟ انت ايه يا متكون؟ ادي بلا بنت افضلي يوم الجمعه هعدي عليك اعزمك على العشاء. هجيب معايا ساره صاحبتي وانا جايه. وماله؟ ماشي مفيش مشكله. هو عامه خد راحتك في الكلام عادي. انا بتعلم منك دلوقتي. بس انت ليه عامل الشخصيه الغبيه او الشخصيه اللي هي ما بتفهمش، او الشخصيه عامه اللي بتسرسع صوتها كده وبتخلي دماغها زي البالونه؟ يعني عادي انت ممكن تعمل سكتش. ممكن تلبس دي نضاره مثلا وتعمل دي عاديه وتقلع النضاره. ممكن تعمل زي شويه سرور يلبس اسدال. ده متكاوي دلوقتي. متكاوي مين؟ انت متكاوي. اسمه ايه التاني؟ منيري. سوري. لا بلاش، خليها المره الجايه. عايز اول ديت نتكلم براحتنا ونعرف بعض كويس. طيب انا متاخر شويه، ساعه الا ربع كده. يا نهار ابيض. ليه قلت له اتاخري؟ ليه هتقولي له اتاخري؟ يعني ده ممكن يديكي دلوقتي بظهر ايده ويفوقك يعني. الا بلاش تتاخري، بلاش بجد يعني. فاهم؟ دي حاجه هتضايقه دلوقتي. هجيب لك واحد دماغه كبيره وصوته مسرسع. وماله هستناكي. تمام مفيش مشكله، نبقى نظبط مع التاني. هو وشك محبب كده ليه؟ هو انت مش مهتم؟ اصل دي حاجات بنات بس. سيبك ان دي حاجات بنات بس بقى والكلام اللي انت بتقوله ده. خلاص محدش بيجيب الكلام ده دلوقتي. انا شفت رجاله لابسه فساتين وحاطين ميك اب من فتره فتمام يعني. انا بقيت بقيت اشوف قرف كتير يعني فتعودت تمام. بس مفيش واحده قليله الذوق كده يعني تقعد معاك تقول لك انت وشك محبب، انت ريحتك صنون يلا. انت اخر مره استحميت امتى؟ مفيش واحده تقول لك كده. انت لو واحده قالت لك كده موت نفسك وموتها. يا لا ما تموتهاش يا اسطى، بلاش عبط عشان بس بجد انت ليه تسمح لنفسك توصل لمرحله زي كده؟ يعني ان انت تبقى ريحتك صنان. متخيل؟ انا شميت ريحتك من هنا. تخبي اللايكات على بوستاتك على انستجرام، تبقى مهتم باراء الناس بزياده، تبقى فاشل. فاشل ايه يا اسطى على الانستجرام ده يا اسطى؟ وانا بقى بتدونا درجات على الانستجرام ولا ايه؟ ما حدش قال لي على الحوار ده. انا كل ما بفتح انستجرام بحبط. لا الصراحه انا مش كل ما بفتح الانستجرام بحبط. انا كل ما بفتح المحفظه يعني صباح الفل يا معلم بيجي لي احباط ابن وحشه يعني. فصباح الفل يعني اهي بس يعني. بحس انه واقف مكاني. يعني الناس بتعمل وبتسوي وانا واقف مكاني. هوصل مش هوصل. هتوصل لايه يا ابني؟ ده انستجرام. انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ ايه اللي انا هوصل يعني؟ بجد الموضوع بقى مهم كده. طب اعملوا لي فولو على الانستجرام يا جدعان. يعني طلع الناس يعني حاجه مهمه جدا ان انت توصل على الانستجرام. طب ايه التارجت اللي انا عايز اعمله؟ طب وصلوني 100,000 على الانستجرام يا جدعان. لو بتغير وتحقد تبقى فاشل، لو بتتشجع تبقى ناجح. الله عليك يا دكتور مكاوي. لو بتغير وتحقد تبقى فاشل. لو ايه؟ ما علينا. الراجل ده قدوتنا يا جدعان. ما تغيرش وتحقد. لا يعني ما ليه غير ويحقد من حد على الانستجرام يا جدعان؟ مين المريض اللي بيعمل كده؟ ناجح. تخبي اللايكات على بوستاتك على انستجرام، تبقى مهتم باراء الناس بزياده، تبقى فاشل. عمال تكومنت على الناس يمين وشمال ومش عاجبك حاجه، تبقى فاشل. قصدك انا متكاوي عشان بعمل ايه رياكت دلوقتي؟ خلصانه تشكر. انا لسه كنت بقول لك قدوتي. بس تخيل قدوتك يعني يقول لك كده احلى مسا عليك يا متكاوي. احلى مسا عليك وهعمل عليك فيديوهات. حاجه تبقى فاشل. ما تقارنش نفسك بحد. انت لا سوري انا فهمت ان بعمل رياكت على حد. انت قصدك بالمقارنه. لا يا عم مش هقارن نفسي. اعوذ بالله يا عم. ايه
ما وصلناش لكده لسه. قارن نفسك دايما بنفسك امبارح. طول ما انت بتقارن نفسك بالناس هتفضل دايما فاشل، هتفضل دايما واقف مكانك. لازم تدور انك تحسن نفسك عن امبارح، ده اللي تقارن نفسك بيه. بس لما تبص على نجاح حد تاني لازم تتشجع، لازم يجيلك الهام انك تعمل احسن منه كمان. ده على فرض ان الناس عايشه العيشه دي حقيقيا. يعني معظم اللي انت بتشوفه على انستجرام ده الهايلايتس بتاع الناس، كل واحد بيبوست احلى حاجه عنده، محدش بيبوست الخيبه. اهو شفت اول ما بتلبس قميص الابيض ربنا بيكرمك ازاي. اديك بتقول كلام عدل اهو بجد والله، لا مش بهزر المره دي. يعني هو بيقول كلام كويس. يعني ما تقارنش نفسك بحد، ما تعملش الكلام ده. انت كويس، انت فكر مع نفسك وحاول تحسن وتطور من نفسك. بس وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لسه ما عملتش لايك، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس كده كل جديد. وهنعمل قناه جديده ان شاء الله هنهبل فيها. فلو بتحب الهبل هبقى اسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. لو لسه ما عملناش يبقى في الفيديو الجاي ان شاء الله هبقى اعرفكم هنعملها امتى. واسف جدا لو الفيديو قصير، يعني انا اتفاجئت بالفيديو المدبلج ده. انا جمعت الماتيريال ما ببصش عليها قبل ما بعمل الفيديو، عشان بحب اتفاجئ يعني بالحاجه كده قدام الكاميرا، عشان ما بحبش اعيد. يعني ما علينا. فانا اسف لو الفيديو قصير، والفيديو الجاي ان شاء الله يبقى اطول من كده. وانتم منشنتوا لي حاجات كتير على تيك توك على انستجرام، فهحاول يعني نفلترهم كده ونشوف الدنيا. وشكرا لاي حد ينتسب في القناه، بجد انا بحبك جدا. وتعالى على الانستجرام يا جماعه، عشان بجد انا بيجيلي اكتئاب او الانستجرام فاضي زي ما الراجل ده متضايق جدا. ويعني تعالى على الانستجرام، مستنيك هناك. يلا سلام عليكم.